على البركة هنبدأ. أهلا بيك وأهلا بيكي. الحقيقة من أول رمضان وأنا كنت بفكر أعمل لايف، وكنت بفكر إيه الموضوع اللي أتكلم فيه، لحد ما جالي فكرة ما أو إلهام ما إني أحكي عن التعامل مع فقد شخص عزيز بالوفاة أو بالانفصال. هنا بنبه إني مش جاية أبدا أحكي من مكان تنظير أو من مكان إني هفضل أقول نصايح أو هفضل أقول كلام يتاخد بالعقل، لأ، أنا بحكي من مكان حب ومن مكان تعاطف، لأني مريت بالألم ده وفقدت ناس كانوا هم الأهم في حياتي، فعارفة الألم ده بيكون ازاي، وعارفة الوجع ده بيكون ازاي، وعارفة شعور اني فقدت كأن قطعة من روحي، قطعة من قلبي. عارفة الألم ده بيكون ازاي. فبتكلم معاكم من مكان حب ومن مكان تعاطف ومن مكان رحمة ومن مكان نية ان احنا نجعل الفترة اللي جاية اكثر سهولة على اي شخص فقد شخص عزيز عليه بوفاة او بانفصال او بشكل او باخر ما بقاش موجود في حياته. ايه الحكاية؟ الناس اللي احنا بنحبهم بيكون بيننا وبينهم باب للحب وباب للاحتياج. الشخص اللي انت بتحبه بيكون فيه جزء انت بتحبه وجزء احتياج. الجزء اللي انت بتحبه انك في مشاعر حب صافية رايقة جميلة حلوة قوي بينك وبينه، عايز تشوفه في حال كويس، حابب ان هو يكون سعيد، حابب ان هو يكون مرتاح، حابب تديله حب وتستقبل منه حب. ده باب الحب. الباب التاني باب الاحتياج، يعني في مشاعر معينة انا بشعرها مع الشخص ده، وممكن تكون المشاعر دي مش بشعرها غير مع الشخص ده، نظرا ان هو له مكان معين في حياتي. يعني هو ده مثلا الام او الاب او الابن او الاخ او صديق او حبيب او ايا كان مكانه ايه. فهنا باب الحب موجود وباب الاحتياج موجود. لما بيحصل فقد بأي طريقة من الطرق، اللي بيحصل ان بيتقفل باب الحب وبيتقفل باب الاحتياج. يعني ايه بيتقفل باب الحب وبيتقفل باب الاحتياج؟ يعني انا بعتقد ان المشاعر اللي انا بعيشها مع الشخص ده ابدا مش هعيشها تاني، ابدا مش هدوقها تاني، ابدا مش هستمتع بيها تاني. وكذلك بشعر انه مهما كان ومهما تشافيت ومهما حصل ومهما تلقيت دعم ومهما فده مش هيرجع لي الشخص اللي انا فقدته تاني. فبناء عليه بيتقفل البابين بشكل غير مقصود، باب الحب بيتقفل وباب الاحتياج بيتقفل هو كمان. طيب، خليني اوضح ان الاحتياجات النفسية الرئيسية او الفرعية، كل الاحتياجات النفسية اصلا هي بتجيلنا من ربنا، بتجيلنا بطريقين. يا اما بتيجي بشكل مباشر ان انت مباشرة بتشعر بالونس او بالحب او بالاهتمام، يعني ممكن تبقى قاعد لوحدك وحاسس انك متونس، يعني حاسس ان انت مرتاح كده، مش شرط ان حد يبقى معاك اصلا. وممكن تجيلك عن طريق شخص، يعني الحنان او الحب او الرحمة او كذا، اي مشاعر طيبة انت بتاخدها من اي حد هي مش جايالك من الشخص ده، هي جايالك من ربنا عن طريق الشخص ده. يعني الشخص ده هو ساعي بريد جاي بيوصل لك مشاعر معينة، جاي يوصل لك رسالة معينة فيها مشاعر. تمام؟ الاحتياج النفسي اللي انا كنت بحسه مع الشخص ده، الاحتياج اللي كان الشخص ده بيشبعه عندي، الاحتياج ده ممكن يتاخد من ربنا مباشرة وممكن يجيلي عن طريق اشخاص تانية. هل اشخاص تانية انا هنا بقول ده هيجوا يعوضوا مكان الشخص اللي فقد؟ لا، انا بس بزرع الفكرة دي وبنبه ليها انه باب الاحتياج وسداد الاحتياجات دي دايما مفتوح من عند ربنا. والجزء ده يعني خليه على جنب، هو هيتضح اكتر لما نكمل الفيديو مع بعض. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل لما بفقد شخص؟ اللي بيحصل بيبقى فيه حالة من الصدمة. يعني ايه؟ يعني دخل جوايا كمية مشاعر مؤلمة كتير 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 جدا، فمعرفتش اتعامل معاها. الموضوع بالظبط زي ما يكون انت واقف وحد راح جاب، انت بتقدر تشيل لحد 50 كيلو، وحد راح جايب لك حاجة 200 كيلو وقال لك خد شيل، فانت
شلت بس مش قادر تتحرك، مش قادر تمشي، مش قادر تتكلم، مش قادر تتنفس، بس انت شايل بس مش قادر. فبيحصل هنا نوع من الاحتقان. الصدمة دي لما بتحصل بيبقى فيه احتقان للمشاعر. المشاعر زي ما يكون ألم كبير 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 دخل الجسم ما طلعش منه، لاني بشكل او باخر معرفتش اتعامل مع الالم ده، ما عنديش معلومة اتعامل معاه ازاي، او محدش ساعدني او ايا يكن. الجزء الاولاني اللي حصل ان في احتقان في المشاعر، حاجة كده دخلت جوه الجسم وما طلعتش منه. الحاجة التانية ان بيبقى في مشاعر مش مفهومة. يعني ممكن يكون انا بمر بحالة فقد ومعاها كل اللي مغلبني اصلا وتعبني في العمق هو شعور عجز، او شعور ذنب، او شعور رفض، او شعور هجر. طب ازاي؟ طب ما انا عارف كويس ان الشخص ده معنى ان انا فقدته، قد اكون فقدته بالوفاة مثلا، ده مش معناه ان هو رفضني، هو مثلا عمره انتهى مثلا. يبقى ازاي انا هشعر بالرفض؟ دي الحاجة المهمة جدا. المشاعر يا جماعة مش بتتمنطق، المشاعر ملهاش منطق. يعني المشاعر مش بتتناقش بالعقل. اللي بيجي يناقش مشاعره بالمنطق والعقل بيبقى عامل بالظبط زي ما يكون شخص بيحاول يشوف بخده بدل عينيه. عمال يحاول يشوف بخده، يحاول، والله لو حاول مليون مرة مش هيقدر يشوف بخده، لان خده مش مصمم للرؤية. العيون هي اللي مسؤولة عن الرؤية. فبالتالي المشاعر ما ينفعش تتمنطق. يعني ممكن اكون في حالة فقد وبعاني من شعور هجر او رفض او ذنب او وحدة او خذلان او اي شعور تاني يكون مؤلم جدا جدا جدا. فهنا بيحصل احتقان، وبيحصل ان بيبقى فيه مشاعر مش مفهومة. يعني مش عارف اعمل ايه دلوقتي، مش عارف اتعامل مع الموقف ده ازاي. طيب، قلنا ان الخطأ هو التعامل بالمنطق. المفروض دلوقتي ايه الصح، او ايه اللي ممكن يساعدني اتجاوز الازمة الشديدة او الالم الشديد ده؟ اول حاجة بسمح للمشاعر تكون موجودة. من حقي ان انا ازعل، من حقي ان انا ابكي، من حقي ان انا انهار، من حقي اعبر عن حزني بالطريقة اللي انا شايف انها بتريحني. وده ملوش اي علاقة بالايمان ولا باليقين ولا بدينك الموضوع ملوش اي علاقة خالص. الموضوع كله مشاعر انا بعبر عنها، مشاعر بطلعها بشكل او باخر. فضروري جدا 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 يكون في تعبير، والتعبير ده له شروط. يكون تعبير آمن وحر. يعني ايه؟ يعني ما يكونش تعبير محاط بالحصار، محاط بالمنطق. ما ينفعش حد يقعد جنبي ويقعد يقول لي لا ارضي، المفروض يبقى عندك رضا، المفروض يبقى عندك. مفروض ايه؟ هي المشاعر اصلا ما فيهاش مفروض ومش مفروض. المشاعر ملهاش قوانين. واللي دخلوا معايا برنامج التشافي بالرسم عارفين ان ممكن نحس الشعور وعكسه في نفس اللحظة. طب ده احنا جربناه مع بعض. اي حد بيسمعني اكيد عدى عليك مرة حسيت انك مبسوط وزعلان في نفس الوقت. يعني جالك ضيوف عطلوك عن حاجة، انت مبسوط انهم جم بس متضايق من العطلة مثلا. فضروري التعبير يكون في مساحة امان ومساحة حرية. طب هل الزمن او الوقت بيخليني انسى او بيخليني بقيت كويس او كذا؟ ملوش اي علاقة. موضوع ان الحزن بيتولد كبير ثم بيصغر، الكلام ده مش حقيقي. لان في ناس كتير جدا الصدمة بتفضل معاهم لسنين، والوجع بيفضل معاهم لسنين كأنه لسه حاصل دلوقتي. وانا كنت شخص من الناس دي، ان كان الألم عندي فريش، تمشي سنين وسنين وسنين وكأنه حالا، كأن الوجع هو لدرجة ان كان عندي يأس تام ان ممكن اتعافى من الألم ده اصلا. فهنا ما ينفعش اقول الزمن هينسي او اقعد اتعامل بالمنطق وكذا وكذا. انا هنا بحتاج اني اعبر عن المشاعر دي بحرية وبأريحية وفي بيئة آمنة. اللي بيساعد الشخص هو
تلقي الدعم وتقبل مشاعره، اني انا محتاج مشاعري تبقى مقبولة. لما انا زعلان وبعيط ومنهار وكذا وكذا، مش عايز حد يجي يوعظني دلوقتي، مش عايز حد يجي يقول لي طب ما هو ارتاح، طب ما هي ارتاحت، طب ما كذا، طب ما دي اخر حاجة انا ممكن اكون عايزها دلوقتي، او انا مش عايزها اصلا. لان خدوا السر الصغير ده، احنا بنكون اصلا زعلانين على نفسنا، زعلانين على الاحتياجات بتاعتنا، وعلى ان احنا مش هنعيش المشاعر دي مع الشخص ده تاني. فعليا احنا مش زعلانين على الشخص، اسمحوا لي الكلمة دي ممكن تبقى قاسية شوية، احنا زعلانين ان احنا مش قادرين نعيش المشاعر دي مع حد تاني. فبالتالي لما بيكون عندي مشاعر مقبول انها تبقى موجودة، يعني انا قادر اعبر عن مشاعري في بيئة داعمة بتحضن المشاعر دي وبتقبلها وبتسمعها وبتحتويها، ده بيديني شعور امان، ان انا وجودي مقبول، وان انا احتياجاتي قابلة للاشباع. طيب ممكن اعمل ايه؟ خطوات عملية ممكن اعمل ايه؟ اول حاجة، اسمح لمشاعرك تكون موجودة، اسمح لها تكون موجودة، ما تدفنهاش، ما تكبتهاش. الحاجة التانية، اطلب الدعم والمساعدة، اطلبه من حد قريبك، صديقك، كوتش، متخصص، ايا يكن. اطلب المساعدة وتلقى الدعم، لان ده حقك، وده يخليك تتجاوز الازمة بسرعة اكبر بكتير جدا مما لو انت لوحدك. الحاجة التالتة، كل حاجة بتدخل جسمنا مصممة انها تدخل وتخرج. يعني انا بتنفس، في اكسجين داخل، في ثاني اكسيد كربون طالع. اي حاجة مصممة تدخل جسمنا وتخرج. ما ينفعش حد يفضل طول الوقت بياخد شهيق ومفيش زفير، ما ينفعش طول الوقت حد بيشرب ومش بيخرج الفائض بتاع المية دي. الجسم مش مصمم لكده. فمشاعر الحزن اللي انا خدتها دي، او اللي انا حاسس بيها دي، محتاج انها تتفرغ. طيب ممكن تتفرغ ازاي؟ بتعمل حاجة اسمها تعبير حر. يعني ايه تعبير حر؟ انت بتجيب اي نوت عندك او كشكول او اي ورق عندك، وتكتب تكتب تكتب كل المشاعر اللي انت حاسس بيها كلها. وانت بتكتب هنا، اول حاجة بيكون نيتك هي التفريغ، نيتك اني بحرر المشاعر دي، ده اولا. ثانيا، ما تبقاش انت كوتش على نفسك. يعني ما تقعدش تقول ايه الفكرة دي سلبية ما ينفعش اكتبها، الفكرة دي ممكن مش عارف تجذب لي ايه، الفكرة دي. هو اسمه تعبير حر. الحاجة التالتة، وانت في التعبير الحر مفيش صح وغلط. يعني ما ينفعش تقول ما ينفعش اكتب اللفظ ده، ما ينفعش اقول الكلمة دي، ما ينفعش، لا. ما هي الكلمة اللي انت مش عايز تكتبها دي هي موجودة جواك اصلا. يعني محدش مخترعها، هي موجودة جواك. طلعها من جواك واخلص منها. اكتب كل ما بدالك، واكتب كل اللي هيجي في بالك. ولو انت قلقان ان انا لما هكتب الحاجات دي ممكن حد يشوفها او خلص كتابة وروح قطع الورق وارميه، روح احرقه. لكن اعمل تعبير حر. ايه اللي بيحصل لما بعمل الحاجات دي؟ ايه اللي بيحصل لما بسمح لنفسي اني اكون زعلان ولما بعمل تعبير حر؟ والحاجة التالتة المهمة جدا، اني اكون هنا والان. يعني ايه هنا والان؟ يعني وانت قاعد في غرفة، انظر حواليك وسمي الاشياء بمسمياتها. يعني انا هنظر كده، ده فيه هنا تكييف لونه ابيض، ده فيه هنا مكتب لونه بيج، ده فيه هنا قلم ازرق، ده فيه هنا كوباية فيها مية. سمي كل حاجة باسمها وانطق ده وانت قاعد لوحدك. وانت بتشرب المية شوف طعمها، وانت بتاكل شوف طعم الاكل، حتى لو الاكل ملوش طعم دلوقتي اعرف طعمه بس يعني. وانت بتلبس حس بالملابس دي على جسدك. من وقت للتاني امسك ايدك وضع ايدك على وجهك وحس باللمس ده. مش تحس بيه بس على سبيل حنان او كذا، لا، حس ان ده فيه لمس بيحصل دلوقتي. لما بتكون انت هنا والان وسمحت لمشاعرك انها تكون موجودة وتقبلتها، وما زنقتش نفسك بقى في اطار ان انا صابر وانا راضي وانا كذا وانا كذا، ولما بتعمل تعبير حر، اللي بيحصل هنا انه المشاعر دي بتمر، باب الاحتياج بيهدى وبيتفتح باب الحب من الاول وجديد. يعني لما بتفتكر الشخص ده بتشعر ان انت بتحبه،
وان هو بيحبك، لان هو في مكانه لو شايفك ونافع يقولك حاجة هيقولك انا بحبك، وهيقولك اتبسط. لما باب الاحتياج بتعامل معاه بالطرق اللي قلت عليها، وباب الحب بيتفتح، لما بفتكر الشخص ده بحس اني بحبه وبحس حاجة حلوة في قلبي. هل ده معناه اني نسيته، او ان انا كده انسان مش وفي، او ان انا مش بار، او ان انا مش كويس؟ خالص، بالعكس، ده انا كده قادر احبه اكتر. حابب تبعتله رحمة بشكل او باخر، بانك تدعيله او تتصدق عنه او تذكره بالخير او تعمل حاجة حلوة باسمه او ايا يكن، اعمل ده. ما هو ده من باب الحب. بس عشان باب الحب يتفتح اكتر، محتاج باب الاحتياج يكون في حال افضل. دي بتكون طرق بسيطة للشخص اللي عايز يبدأ يتعافى من الأزمة دي. لو انت حابب انك اكتر واكتر تتعافى بشكل اسرع وبطريقة فيها دعم كامل وفيها مساحة امان كاملة، اشترك معايا دلوقتي في برنامج التشافي بالرسم. البرنامج بيكون مدته 3 شهور، بكون معاك فيهم بدعم كامل. بنعمل جلسة في الاسبوع بنستخدم فيها الالوان علشان نحرر الصدمة والألم من عقلك الباطن. حتى لو عمرك ما رسمت قبل كده بتقدر تستفيد تماما وبتقدر تتعافى. والبرنامج طبعا مجرب ونتائج بتاعته كانت هايلة جدا، لان احنا مش في برنامج فني او مش في برنامج بنعلمك فيه الرسم، فحتى لو عمرك ما رسمت مش هتفرق، بتاخد الاستفادة كاملة. البرنامج سعره $1500. وهنا انا مش ببيعك مجموعة من الجلسات او مجرد 3 شهور بكون معاك فيهم بدعم او مساندة او كذا، قد ما انا ببيعك راحة وسكينة هتقدر تمر بيها، وبسهل عليك تعبر عن مشاعرك، وبسهل عليك تكون في مساحة امان. ولو بتقول لنفسك ان المبلغ ده كتير، اسأل نفسك هو كتير على ايه؟ يعني هل هو كتير على راحتك؟ كتير على انك تتجاوز الألم ده اللي انت ممكن تكون عالق فيه بقالك سنين؟ هل كتير على ان انت تحس انك مرتاح اكتر؟ انت هنا مش بتستثمر في مجرد جلسات، انت بتستثمر في راحتك وشعور السكينة جوه قلبك. فبناديك لو انت عندك نية قوية للاستثمار ده، تواصل معايا، بعتلي رسالة وبنبدأ نجرب مع بعض جلسة، وانت بنفسك بتشوف مساحة الأمان اللي انت ممكن تعبر فيها عن مشاعرك. خلونا نهدي باب الاحتياج او نقفله ونفتح باب الحب اكتر واكتر. اذا انت هتستثمر معايا في البرنامج اهلا بيك، واذا انت حابب تعمل الخطوات اللي قلنا عليها في الاول اهلا بيك. وبتمنى لك من كل قلبي سكينة وهدوء، وبتمنى لك ان الألم اللي جواك يهدى ويسكن، لاني عارفة هو قد ايه صعب، وعارفة التعافي منه قد ايه بيفتح لك باب لحياة جديدة. عشان كده بدعوك انك تستثمر في نفسك، او انك تبدأ تاخد خطوات بحيث تتعافى من الألم ده. انا كده خلصت. لو حد عنده سؤال اتفضل يكتب. لو حد عنده سؤال او استفسار. تمام، احنا كده خلصنا. لو حد عنده سؤال من الناس اللي كانوا حاضرين معانا او اللي هيسمعوا التسجيل لما انزله ان شاء الله، ابعتولي. واهلا بيكم دايما. بتمنى لكم من كل قلبي سكينة وحب وود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.